مساء الخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض البطاطس بطريقه جديده ومختلفه، طريقه الاطفال هتحبها ومغذيه جدا ومش هتاخد مننا وقت. كل اللي هنحتاجه في وصفتنا النهارده ثمرتين بطاطس مسلوقين متقطعين ومسلوقين، ومعانا فلفل اصفر وفلفل اخضر وجزر وشبت وملح وفلفل وكمون. مش هنحتاج اكتر من كده، ويلا بينا نبتدي وصفتنا ونشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنحتاج نهرس البطاطس. دي بطاطس مسلوقه بالطريقه التقليديه. نتاكد واحنا بنهرسها ان ما يكونش فيها كتل، انها تتهرس كويس جدا. احنا كده خلصنا هرس البطاطس وتاكدنا ان هي ما فيهاش كتل وانها بقت كلها زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى ننزل بالاضافات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها في بدايه الفيديو: ملح وفلفل وكمون، الشبت والجزر، الفلفل الاصفر والفلفل الاخضر. وهنبتدي نقلب المكونات سوا. كده احنا دمجنا كل المكونات مع بعض بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. هنجيب طبق معانا وهنبتدي ندهن ايدينا زيت عشان واحنا بنشكل الخليط البطاطس ما تلزقش في ايدينا، ونبتدي نشكل البطاطس بالطريقه دي. كده انا شكلت معانا البطاطس بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، كل الكميه بتاعتي. وهجيب طاسه فيها ماده دهنيه سخنه وهبدا اسويها. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. انا هنا حطيت معلقه سمنه في الطاسه بتاعتي. اكون حريصه ان السمنه تسخن معايا كويس. ابتدي انزل بالبطاطس.
هي مش هتاخد على النار كتير لان هي اساسا مستويه. احنا كده قلبناها على الوش التاني، ما اخدتش اقل من دقيقه، وقلبناها وهنسيبها دقيقه برضو وهنطلعها. وزي ما انتم شايفين دي بتكون النتيجه النهائيه بتاعتنا مع وصفتنا النهارده، بطاطس بالخضار. هتعجب الاطفال قوي وصحيه وخفيفه على المعده. كانت معاكم من جديد غادة سمير من قناه دودي ماسا كيتشن. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تدعموني بلايك واشتركوا في القناه واضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.